كان الانسان كما رانا نشوفوا الجيل هذا ينام حتى الواحده ولا الزوج، وبالتالي كينوض مش راح يستفاد من الصيام، يعني لن يحس بتلك المرحله تاع الخطر على الجسم. تاع الجسم راهو في خطر، ولا بد يدير عمليه تدوير للمخلفات فيه، ولا بد انه يحفز الخلايا الجذعيه، ولا بد انه يحفز عمل الأديان بحيث ينتج خلايا جديدة وخلايا شابة بدل الخلايا الهرمة اللي موجودة في الجسم. هذه العملية نستطيع أن نصل إليها إذا كانت كاينة حركة في أثناء أيام الصيام، خاصة السويعات اللي قبل الإفطار. الحمية في رمضان فرصة للحمية، سواء بالنسبة للمرضى اللي أصحاب السكري والضغط الدموي وما إلى ذلك، أو بالنسبة للسمنة. فرمضان يدربنا، هو دربة على الإرادة، يعني أنا قادرة ناكل بصح ما ناكلش. نفس الشيء بالنسبة للإنسان اللي مصاب بالسمنة ولا فرط الوزن، فالصيام هو دربة له طالما كانت عندك إرادة خلال اليوم وما أكلتش. وهنا أنبه لشيء، أنا ربما أنا كاين مرات من المرضى تاعي يقولها حرام عليك تاكلي، حرام عليك تاكلي سكريات مثلا، حرام عليك تاكلي الدسم، حرام عليك تاكلي الأكل الغير صحي في الحالة تاعك، لأن السمنة هي من أسباب الوفاة، وهي من أسباب السرطانات، وهي من أسباب الأمراض المزمنة. وإحنا في الإسلام إذا كان التدخين محرم نظرا لأنه مضر بالصحة، فالسمنة راهي مضرة بالصحة، وبالتالي حرم على الإنسان أنه يتمادى فيها حتى يكون حتفه من وراء تلك السمنة. جاء شهر رمضان، إذا التزمنا بصيام صحي وإفطار صحي، وجبة إفطار صحية ووجبة سحور صحية، فإنه الإنسان أكيد راح يفقد على الأقل 5 كيلو، على الأقل 5 كيلو كي والو. وجبة الإفطار عندك الحساء، اللي يكون حساء خضار ماشي فريك، لأنه فريك شوية هاو يعطي بزاف السكريات. طبق سلطة فاغيي وكبير، واللي لابد انه الانسان اصحاب السمنه ما عندهمش الشبع ثمثم، يعني لازم ياكلوا بزاف باش يجيهم لو ريفلكس تاع لا سيساسيون، تاع لو ريفلكس تاع الشبع، بلا ما يكونوا تناولوا اغذيه كثيره. احسن حاجه هي وجبه السلطه اللي تكون فاغيي وتكون متنوعه وتكون فيها كاع الالوان، وتكون فيها خل تفاح، يكون فيها ليمون، يكون فيها زيت زيتون، يكون فيها توابل، تكون فيها بذور كتان، بذور شيا، بذور سمسم، وبالتالي وتمضغ، لأنه المضغ هو اللي يخلينا نطولوا في جلوسنا على طاولة الأكل، ولما نبلعوا نحسوا باللي ما كليناش، وبالتالي ناخذوا كمية كبيرة. السلطة الفاغية هي اللي تخليك تمضغي بزاف، وبالتالي يجي الريفلكس تاع الشبع. بتلك السلطه برك نزيدوا غير انسوب مع الماء، وفي الليل ليتيزان اللي هما يخلوا الانسان يحرق ويزيد معدل الحرق بالنسبه له، وبالتالي تخرج مستفيده جدا من شهر رمضان، سواء بالنسبه للامراض المزمنه او بالنسبه لفرط الوزن